جرب يمكن يكون هو ده السبب والطريق اللي ينجحك وتنجح بيه. في نوعين من الناس في الشغل عندي، في نوع اديله الشغلانه دي اقول له بعد اذنك اعمل الحاجه الفلانيه دي يقوم واخدها وجاري، وفي نوع تاني يقول لي ما بعرفش هتبوظ مني وبعدين هتيجي تزعق لي اصل انت ما قلتليش اعملها ازاي. فانا طبعا الناس اللي بيقولوا لي كده بقوم طاردهم برضو، يعني اللي بيجري ده بيجري لوحده، اللي ما بيجريش ده انا بطرده. انا بس عايز اقول لك ايه، ويلكم تو اني نيو اكسبيرينس. اي اكسبيرينس تجيلك في حياتك وانت ما تعرفهاش ويلكم تو اني نيو اكسبيرينس في حياتك. اي حاجه حد يطلبها منك وانت ما تعرفش تعملها، يا اخي ادي لنفسك فرصه، يمكن تكون بتعرف تعملها زي حزلقوم. انت بتعرف تسوق؟ والله يعني مش متاكد. انت عبيط يا ابني، ما هو يا بتعرف يا ما بتعرفش. ما انا اصلا ما جربتش اصلا. يبقى ما بتعرفش. مش انت لما اجرب اطلع بعرف. فهي نفس الفكره، ويلكم تو اني نيو اكسبيرينس في حياتك. اي حد يطلب منك حاجه جربها، مش هتخسر حاجه، لان انت ما تعرفش انهي اكسبيرينس في حياتك اللي هتخليك في حياتك تجيب اجوان. انا اول شغلانه اشتغلتها في حياتي ما كنتش اعرف بقى انا هشتغل في السيلز ولا هشتغل في الحسابات ولا هشتغل في الماركتنج ولا هشتغل ادمن، كانت سيلز وجربت طلعت بعرف. فويلكم تو اني نيو اكسبيرينس، لان في حاجات صغيره ممكن تيجي في حياتك وتكتشف ان انت جبار فيها، زي ان انت ترسم، زي ان انت تكومينيكيت، زي ان انت تدي سبيتش، زي ان انا اعمل فيديوهات. انا ما كنتش متخيل ان انا لما اعمل فيديوهات دي في 3 هيعملوا لي لايك، والله العظيم ما انا بعرف اتكلم كده من وانا عيل صغير. طب ليه ما عملتش حاجات وفيديوهات كده على مواقع التواصل الاجتماعي من ساعه ما طلعت؟ كنت ما اعرفش هعرف ولا لا، وطلعت بعرف. فانت لما يجي حد يطلب منك حاجه في الشغل او تلاقي حاجات بتطلب منك في حياتك ومن غير ما تكون بتضيف لك، جرب يمكن تكون بتعرف، جرب يمكن تضيف لك حاجه في حياتك، جرب يمكن يشهرك، جرب يا اخي يمكن اي حاجه تحصل. السلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اكتب لي كومنتس هنا وهتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.